لو ولادك مش بياكلوا الكوسة زي ولادي كده، جيبيها وقشريها وقطعيها كده بالورب ترانشات، وبجيبي طاسة أو حلة حطي فيها معلقتين زبدة ومعلقة زيت، وانزلي بالكوسة شوحيها كده على الناحيتين، رشي عليها شوية ملح وفلفل أسود على كل ناحية، وشوحيها وقلبيها لغاية ما لونها يكون ذهبي. بعد بقى ما قلبتها على الناحيتين، الناحية التانية هحط برضو شوية ملح وشوية فلفل أسود. بعد ما لونها بقى جميل قوي كده هبدأ أشيلها في طبق، وهتقولي لي كمية الزيت أو الزبدة دي زيادة، هقولك هننزل فيها بصلتين كده متقطعين مكعبات صغيرة، أشوحهم كده عليهم فص توم، وهنزل عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة. بعد كده معلقة قرفة صغيرة، شوية ملح وشوية فلفل أسود، وعصجي اللحمة بتاعتك وجهزيها كده. طبعا كمية اللحمة دي نص كيلو، أنا هستخدم نصها، يعني وصفة النهاردة هتاخد ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. نزلت بمعلقتين صلصة طماطم ونص كوباية مية، وعصقت اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى هبدأ أعمل شوية بشاميل حلوين، معلقتين كبار من الزبدة ومعلقة زيت و3 معالق كده من الدقيق، هقلبهم كويس وانزل عليهم بكمية من اللبن والشوربة، حوالي كوبايتين لبن وكوباية ونص شوربة أو كوبايتين شوربة، حلوة قوي وبتخلي البشاميل بتاعي لذيذ وخفيف. ونزلت بقى ملح وفلفل اسود، وهقلب لغاية ما البشاميل بتاعي يتقل كده ويغلي معايا. عايزة بقى تزودي جبنة موتزاريلا او جبنة تركي او شيدر، اي نوع جبنة تقدري تزوديها في الخطوة دي. انا قوام البشاميل بتاعي بقى جاهز. جهز بقى الصينية بتاعتي، احط كده شوية من البشاميل ورص كده الكوسة اللي انا عاملاها، وانزل عليها بقى بكمية من اللحمة المفرومة، اخدت ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. أكلة حلوة جدا وغنية جدا. انزلي بقى بالبشاميل وبعد كده الكوسة، وبعد كده آخر طبقة بشاميل، وبعد كده حطي الجبن بتاعتك ودخليها الفرن، هتاخد نص ساعة، وتحت الشواية بقى سيبيها شوية لغاية ما الجبنة تسيح. بجد أكلة حلوة جدا، اللي مش بيحب الكوسة هياكلها إن شاء الله في الوصفة دي. وهنا شكلها بعد ما بردت شوية بتكون متماسكة، حلوة قوي، جربوها وبألف هنا وشفا.